السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. نسمي الله بقى ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا ايه. دلوقتي انا عندي سبونج ب2 بيضة، عاملاه ب2 بيضة مقاس 24. الحلة اللي انا عجنة فيها مقاس 24. مقادير السبونج: حطيت بيضتين من التلاجة، حطيت نص كوباية سكر، حطيت ربع كوباية مياه متلجة، وكوباية ونص دقيق، معلقة نشا، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة محسن كبيرة خارجة من التلاجة، معلقة خل، ورشة فانيليا. هنضرب ده كله في قلب العجين. بعد كده بقى انا قشرت الوش الملزق بتاع الاسبونج. هقطع الاسبونج طبقتين 9، طبقتين 8، وطبقة 9، يعني هيديني 3 طبقات عاليين، 2 عاليين وواحدة ايه حلوة. يعني انا كده مقطعة على 8. بتسوي الاسبونج على درجة حرارة 180. بعد ما الاسبونج بيستوي بتسيبيه في الفرن يبرد شوية لما يهدى خالص كده. بعد كده بتخرجيه، ما تخرجوش اول ما يستوي من الفرن عشان ما يهبطش منك. ضربت الكريمة. التورتيه دي هتاخد معايا كوباية كريمة او كوباية الا ربع، حسب بقى ما انت هتحطي الكريمة كتير او شوية. حوالي كوباية الا ربع كريمة. ضربت الكريمة نص كوباية سكر، كوباية ونص مية، كوباية كريمة، معلقتين كريمة باستر. طبعا المية اللي انت بتضربي بها الكريمة لازم يبقى فيها قطع تلج. حطيت بقى صوص فراولة. دي الطبقة اللي انا عاملاها على 9، بس بسم الله ما شاء الله الاسبونج ما شاء الله عليه طري اوي، مش مستحمل، يعني اتقطعت مني كده وانا بنقلها لان الاسبونج حلو اوي. هحط بقى طبقة الكريمة التانية. زي ما انتوا شايفين اهوت الكريمة ما شاء الله متماسكة وحلوة زي ما قلتلكم لانها هي تقيلة. طبعا الاسبونج اللي اتقطع ده ما بيبانش خالص، والكريمة بتخليه يمسك وبيبقى حلو، يعني عمره ما بيبان. حطيت صوص فراولة. حطيت بقى الطبقة التالتة. ما شاء الله الارتفاع بتاع التورتاية ما شاء الله عالي وحلو. هسقي كده بسيط، هو الاسبونج مش محتاج، بس هسقيه كده ايه بسيط. واحط بقى الطبقة الاخيرة، دي اخر طبقة. بعد كده بقى اجلس التورتاية. طبعا التجليس ما بياخدش حاجة، بس اهم حاجة تتجدعني، لان طبعا في الصيف لازم تتجدعني عشان الكريمة ما تسحش منك وكده. اي حتة بقى تلاقيها فاضية كده حطي فيها كريمة، عشان لما تيجي بقى تسويها ما يبقاش في حتة فيها كريمة وحتة لا. حاولي تسويها كلها تبقى ايه سوا واحد وكده. التورتيه دي مقاسها حلو ما شاء الله، تكفي 15 فرد بسم الله ما شاء الله، وارتفاعها حلو اوي كمان، وسعرها حلو. يعني انا بطلعها ب200 جنيه، ممكن انت تطلعها بازيد وكده، يعني انا بطلعها ب200 جنيه. خلاص بقى احاول بقى اسوي كده من الجناب. طبعا في الاول كده، بعد كده ايدك بتاخد بقى على التجليس، وبيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل خالص، وما بياخدش اي وقت معاكي ولا اي حاجه. هسوي بقى سطح كده التورتايه من فوق. هسويها بقى، ممكن لو انتي لسه يعني وكده بتبلي السكرابة المية سخنة وتمسحيه بالمنديل، هيسوي معاكي كويس برضو من سطح التورتايه وكده. سويتها كده من الجناب. بعد كده بقى بعد ما اسويها كويس من الجناب كده والاقيها ظبطت معايا، هجيب بقى السكرابة المشرشر بس بالناحية العريضة، مش هعمل من الناحية الرفيعة. النوبات انا بعمل على طول، بشتغل على طول بالناحية الرفيعة، بس النوبة دي هشتغل بالناحية العريضة عشان عاوزة شكلها يبقى كده مختلف وشكلها حلو. طبعا انا بحب اشتغل في التورتيه البيضة قوي، بتبقى شكلها جميل وبتعرفي تعملي فيها كل الاشكال اللي انت عاوزاها. حطيت كريسبي فضي. طبعا انا بشكلها كده مش عارفة اصلا، مكانش فيه حاجة في دماغي، انا بشكلها كده ومش عارفة انا هشكلها ازاي، يعني ما كنتش عاملاها بشكل معين. حطيت كريسبي ذهبي وكريسبي فضي، وعندي كريسبيات كبيرة هحط برضو فضي وابيض، يعني هحط الابيض برضو هيدي شكل حلو،
وهحط برضو اللي هو الذهبي مش فضي، الكبير يبقى لونه ذهبي. هحط بقى في الجناب كده شوية ذهبي برضو صغيرين. يعني انا بشكل فيها كده والله ومش عارفة، يعني انا اصلا كنت بشكلها ومش عارفة هعمل فيها ايه. حطيت بقى كريسبيات كده، وعندي صوص فراولة اللي هو اللهم صل على النبي جوليو فراولة. حطيت كده شوية على كريمة، وعملت لون الورد كده بامبا. لون الورد ده حطيت عليه، مش حاطه عليه لون، انا حاطه عليه جوليو فراولة، مدي اللون الجميل دوت ما شاء الله. وريحته وطعمه حلو، يعني جوليو الفراولة اصلا بيبقى ريحة الفراولة. خلاص بقى هي كده اتشكلت معايا. هحط بقى كريسبي ذهبي فوق كده، بس الحتة دي اتقطعت. وده كان شكل الفيديو، يا رب يكون عجبكم، ومع الف سلامة.